فيما أعلم أن صاحب القرآن يعني معه نور لا ينقطع، لا ينقطع هذا النور طالما أنه في صحبة القرآن. ودليل يعني ذلك قول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الأمر الآخر، صاحب القرآن دائما في هدى، هو لا يحتاج إلى كتب مترجمة تعلمه السعادة وتعلمه الإيجابية وتعلمه القوة النفسية وكيف تواجه صعاب الحياة وضغوطات الحياة. عنده هدى وهو القرآن. الله عز وجل يقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهو ليس في حاجة إلى كتب من أخلاق الشرق ولا من أخلاق الغرب. صاحب القرآن دائما في ابتهاج ودائما في سرور. قد يعتريه حزن، قد يعتريه خوف، قد يعتريه مرض، مثل ما يعتري بقية الناس، ليس مخلوق من جنس آخر هو، ولكن الأصل في أنه مبتهج. يعني فلنحيينه حياة طيبة. قال الله عز وجل في سورة يونس: قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما في القرآن آية دعت إلى الفرح إلا هذه الآية. ليه يفرح بالقرآن ويفرح بالإيمان. قل بفضل الله الإيمان وبرحمته القرآن. فالأمر كذلك ما يترتب عليه. صاحب القرآن في الغالب تتنزل عليه الملائكة، لأن الملائكة دوما تحب أن تسمع القرآن، فتجد القرآن الملائكة تتبع أهل القرآن أهل الذكر أينما كانوا. والكلام في هذا طويل. صاحب القرآن دائما يفسر الأحداث تفسير منطقي، تفسير روحاني، تفسير ديني. لماذا؟ لأن صاحب القرآن كل شبهات الحياة القرآن يردها، كل السنن الربانية موجودة في القرآن، كل المقدمات والنتائج لكل تفاصيل الحياة موجودة في القرآن. فهو يفسر بطريقة علمية ومنطقية هذه الأحداث. صاحب القرآن كذلك في بركات مستمرة ما تنقطع. يعني سورة واحدة من القرآن مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. هذه سورة واحدة فقط، إذا قرأها الإنسان في بيته جاءت البركات من كل مكان، فما بالك إذا كان الإنسان يعني يحمل القرآن كله. كذلك من يعني المترتبات التي يحصل عليها صاحب القرآن أنه يطلق عليه أنه من أهل الله وخاصته. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ماذا يريد الإنسان أكثر من أن يطلق عليه أنه من أهل الله ومن خاصته؟ كذلك من مترتبات هذا القرآن أن الله عز وجل يرفع هذا الإنسان بكتاب الله في الدنيا، لأنه ما يعرف إلا بالقرآن. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع بآخرين. لكن ما يرفع أهل القرآن بمجرد أنه يحب القرآن، لا بد من تلاوته، لا بد من فهمه، لا بد من العمل به، لا بد من التخلق بأخلاقه. يعني أذكر من